سنة 2016 خلصت الثانوية العامة وبدأت أقدم في تنسيق الجامعات. كنت عايش مع أمي في منطقة ريفية أنا وهي لوحدينا. لما قدمت في التنسيق وداني على كلية التجارة جامعة القاهرة، وده لأني كنت كاتبها أول رغبة، وكمان كان مجموعي يسمح. بدأت أنزل القاهرة كتير عشان أشوف شقة أعيش فيها أنا ووالدتي، وكان حلم حياتي إني أعيش في القاهرة، وده عشان فرص العمل هناك كانت كتيرة جدا. بس الشقة لازم تكون جنب الجامعة عشان المواصلات ما تبقاش صعبة عليا. كان كل محيط التدوير حوالين منطقة الجيزة والدقي وبين السرايات، على أساس إن هما جنب جامعة القاهرة. وأخيرا لقيت شقة، ولكن العمارة كانت قديمة جدا 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 ومبنية من زمان. وعايز أقول لكم إن كان مكتوب على باب العمارة محفور على جدرانها كده اللي هو كان 1931، والعمارة دي كانت مكونة من 3 أدوار، وكل دور فيه شقتين بس. وكمان الشقة من جوه كانت كبير. الشقة كانت في الدور الثاني، وكانت بتبص على الشارع من أوضة واحدة فيها بس، ولكن باقي الأوض كلها على مناور. اتفقت مع صاحب العمارة على الإيجار، كان راجل عجوز عنده 65 سنة تقريبا. واحنا بنتكلم ونتفق كان عمال يبص لي ويتفحصني بنظرات غريبة وغامضة. دخلنا الشقة وقعد يفرجني على الأوض اللي فيها، وكان متحمس جدا وفرحان كمان، وإزاي إن مفيش حاجة اتأثرت بالرغم إن محدش سكن في الشقة دي من أكتر من 30 سنة. بصراحة قلبي اتقبض وهو بيقول 30 سنة دي، وحسيت بشوية خوف. بدأ يفرجني على الحمامات والمطبخ اللي كانت ريحتهم مش قادر أوصفها لكم، تحس إنها ريحة حاجة ميتة، وده بسبب الكتمة والقفلة لمدة 30 سنة وأكتر. جيت بفتح ظرفة من ظرف المطبخ لقيت حاجة نطت قدامي وجريت بسرعة بره المطبخ. كان فار كبير من نوع الجرذان. عايز أقول لكم إن الفئران دي أنواع، وانا هقول لكم نوعين منهم مشهورين جدا عندنا في مصر. اول حاجه الفئران الصغيره اللي هي بتكون في البيوت، دي بيكون حجمها صغير جدا وبتعرف تستخبى كويس، وعندها قدره انها تدخل بين الفتحات الضيقه اللي في البيت، زي شق في دولاب، فتحه في الحيطه. كمان صعب انك تصيدها لانها سريعه جدا. في فئران اسمها فئران المجاري، وباين من اسمها انها بتعيش في المجاري، بس ده بيكون شرس جدا وعدائي، واحيانا بيوصل وزنه ل3 كيلو، يعني زي القطه بالظبط. ولو دخل البيت عندك بيبقى سهل تصيده لان حركته بطيئه، ولكنه مخيف جدا. طبعا بعد ما شفت حالة الشقة سألته هو احنا ممكن نستلم الشقة متنظفة؟ رفع حواجبه كده كأنه بيسمع كلام بلغة مش مفهومة، وراح رادد عليا وقال لي لا والله مش هقدر اتحمل موضوع التنظيف ده، البركة فيك انت بقى. بعد ما اتفقنا سلمني المفتاح اللي كان شكله غريب جدا، وقال كتير ما شفتش الشكل ده من المفاتيح، ما اعتقدش ان انا هقدر اطلع عليه نسخة عند بتاع المفاتيح. واحنا نازلين على السلم سألته على الجيران اللي في الشقق التانية، ابتسم ابتسامة سخرية واسنانه المكسرة بدأت تبان. مفيش حد ساكن في العمارة. سبته ومشيت على محطة القطر عشان ارجع لأمي وافرحها ان انا لقيت شقة، ماسك المفتاح في ايدي. وعايز اقول لكم اني كنت خايف منه جدا، كل شوية اطلعه من جيبي وافتكر الحاجات المرعبة اللي في حياتي. وصلت بلدنا وبدأت احكي لأمي على الشقة، ولكن ما رضيتش انقل لها الخوف اللي كان جوايا ساعتها. فرحت جدا وقالت لي اخيرا يا احمد يا ابني هتحقق اللي نفسك فيه. قلت لها ان شاء الله هنضفها واجهزها وبعدين تيجي تقعدي معايا. وبعد كام يوم اتفقت مع ناس اعرفهم في البلد عشان يجوا معايا ويساعدوني في تنظيفها. الناس رحبت جدا واتفقنا ان احنا هنسافر يوم الجمعة الجاية ونخلص الموضوع في يومين. الاب كان اسمه حمد وده عنده تقريبا 65 سنة، والام كانت اسمها ام محمد معرفش اسمها ايه، ولكن برضو كانت في حدود ال 52 53. والابن اسمه محمد وده ابنهم الوحيد، وده كان عنده 20 سنة. هم بصراحة ناس غلابة، وانا قلت هم اولى بمصلحة تنظيف الشقة. وصلنا عند البيت وكانوا واخدين معاهم مراتب للنوم عشان احنا كنا مرتبين ان احنا ممكن نقعد اكتر من يومين. الساعة 4 العصر والشارع اللي كان فيه الشقة كان فاضي، هو شارع هادي اصلا ما فيهوش حد ماشي، ما شفتش حد ماشي فيه من ساعة ما انا جيت يعني. وحاولت افتح الشقة بالمفتاح اللي انا واخده من الراجل ولكن ما عرفتش. حاولت ادخله بسياسة كده ولكن برضه ما عرفتش. وبعدين شديت الباب عليا شوية وبدأت ادخل المفتاح بالراحة لحد ما بيته في المكان، ورحت لفه ناحية اليمين فتح على طول. بدأت الريحة العفنة تطلع من الشقة، حتى هم خدوا بالهم. كنا جايبين معانا أدوات التنظيف وكل اللازم. أنا قلت لهم يبدأوا في التنظيف وأنا هنزل أجيب لهم غدا عشان نعرف نشتغل برواقة. وأنا نازل حسيت إني مش عايز أقفل باب الشقة بصراحة، قلقت عليهم. وبعدين قلت في نفسي إذا كانت أمي نفسها هتقعد في المكان ده لوحدها بلاش أوهام وأفكار مش وقتها. قفلت الباب وهم بدأوا يشتغلوا ويطلعوا أدوات النظافة. رحت اشتريت غدا محترم ورجعت على البيت. لما دخلت البيت لقيت عم حمد وابنه بيحاولوا يفوقوا أم محمد من على الأرض. سألتهم إيه اللي حصل يا جماعة؟ قالوا لي ده هي دخلت الأوضة عشان تنظف لقيناها بتصرخ، دخلنا عليها الأوضة لقيناها واقعة على الأرض. حاولت أفوقها معاهم ولكن كان على عينيها نظرات هلع غريبة جدا، وأول ما فاقت قعدت تعيط وكانت منهارة. حاولنا نهديها بكل الطرق لحد ما بدأت تتكلم، ولقيناها بتقول إنها أول ما دخلت الأوضة
حست ان في حد واقف جنبها، ولما التفتت شافت امها المتوفيه واقفه جنبها في الاوضه وكانت بتضحك لها. راح عم محمد قال لها ايه بس يا محمد التخاريف اللي انت بتقوليها دي؟ انت تلاقي بس ريحه المكان اثرت على دماغك. قعدت تحلف انها شافتها، وانها لما حاولت تطلع من الاوضه شدتها من هدومها. قاعد بتفرج عليهم وفي حاجه جوايا بتقول لا يمكن امي تعيش في المكان ده. طب اعمل ايه؟ دي ارخص شقه لقيتها، مش ممكن الاقي شقه تاني بالسعر ده. بيني وبينكم انا قلت في دماغي ان هي بتختلق القصص دي عشان تعبانه ومش قادره تشتغل. المهم قعدنا ناكل، وبعد ما خلصنا بدانا نتوزع في الشقه عشان نقدر نخلص اللي نقدر عليه منها. محمد وابنه دخلوا الحمامات والمطبخ، وانا بدات اشتغل في الصاله. ام محمد كانت قاعده على الكرسي مش قادره تتحرك وتقريبا شبه نايمه، وانا بنظف الصاله كل شويه عيني تيجي على ام محمد الاقيها بتبص لي وبتضحك. بتضحك ضحكه بسخريه، لكن لما دقق النظر فيها وبص عليها الاقيها نايمه تماما. الحمامات بدأت ريحة النظافة تطلع منها، وبدأ البيت يظهر كده ويبان، ولكن الحيطان كان شكلها وحش جدا وغير عاطفي. لقيت ام محمد قايمة من على الكرسي ورايحة تدخل على الأوضة اللي كانت هتنضفها. قلت لها انت رايحة فين يا ستي؟ استني لما نكون معاكي. لكن لقيتها رايحة برضه كأنها مش سامعاني. ندهت على حمد وابنه عشان يجوا يشوفوا ايه الموضوع. لقيته راح مزعق لها وموقفة وقال لها انت مش سامعة استاذ محمد بيكلمك؟ لقاها بتبص له بصات غريبة جدا، وراحت واقعة على الأرض. وسألته قلت له هي مالها؟ هي تعبانة ولا ايه؟ في حاجة عندها؟ قال لي لا والله يا بيه، بس هي قلبها خفيف وبتخاف من الحاجات دي شويه. طب احنا ممكن نشتغل احنا ونسيبها قاعده مرتاح، واحنا ممكن نقوم بالعمليه لوحدينا مش محتاجينها. راح قايل لي طيب يا بيه ماشي اللي تشوفه، مع اني اسف والله، ولو اعرف انها كده ما كنتش جبتها معايا. رحت قايل له خلاص هدخل انا الاوضه اللي هي كانت بتنضفها واحاول اخلصها وانتوا كملوا بره. ورجعنا للتنظيف تاني. دخلت الاوضه لقيت فيها دولاب قديم وشكله متهالك، تحته لقيت فيه بطاطين وملايات ولكن كلها كانت متاكله، الفيران واكلاها ومش نظيفة ما تصلحش للاستخدام يعني. بصيت في الأوضة لقيت فيها شباك، الشباك ده المفروض إن هو بيبص على المنور. فتحت الشباك لقيت كمية إبراز رهيبة، كل برص فيهم حجمه كبير جدا، كانوا بيجروا أول ما أنا فتحت الشباك. طبعا لأن الساعة 8 بالليل تقريبا فالمنور ما كانش باين، كانش فيه موبايل ساعتها في الوقت ده خالص، واللي كان بيشيل الموبايل ده لازم يكون رجل أعمال. بس أنا كان معايا كشاف بالبطارية كنت جايبه معايا احتياطي. نورت تحت الشباك لقيت مستعمرة فيران، عدد رهيب من الفيران عمالين يجروا تحت الشباك بطريقة مرعبة. لازم طبعا اتخلص من الحاجات دي لان مش هقدر اجيب امي تقعد في المكان ده كده وهو بالطريقة دي. قعدنا ننظف وتقريبا خلصنا الشقة كلها، فاضل بس البلكونات وفي أوضة مقفولة مش عارفين نفتحها. بدأنا نجهز المراتب عشان النوم. أم محمد هديت خالص وبدأت تتكلم. اتفقت أنا ومحمد ابنهم إننا ننام في الصالة، وحمد وأم محمد يناموا في الأوضة اللي فيها الدولاب، لأن هي دي الأوضة الوحيدة اللي تنفع للنوم. والساعة كانت 11 وكله راح في النوم إلا أنا، كنتش عارف أنام خالص. أمي في دماغي وعمال أفكر إزاي هسيبها هنا لوحدها في المكان ده. كتر التفكير دماغي وقفت، فقلت هكمل تفكير الصبح، خليني أنام وارتاح عشان قدامي يوم طويل بكرة. رحت مغمض عيني ورحت في النوم. الساعة 2 بالليل صحيت على صرخة عالية جدا من أم محمد، صرخة تخلع القلب. قمت بسرعة أنا ومحمد دخلنا الأوضة لقيناها واقعة جنب الشباك وعمالة تتشنج وتصرخ. حاول الأب يهديها ولكن هي كانت بتزقه بكل شراسة. حتى محمد حاول يمسكها ولكنها كانت بتصرخ بطريقة شيطانية وتقول كلام مش مفهوم. وبعد شوية هديت خالص وبدأت تبص علينا واحد واحد، وبعدين راحت في النوم وهي على الأرض. هنا رحت قايل لهم يا عم محمد لو سمحت أول ما النهار يطلع تتكلوا على الله تمشوا وأنا خلاص هكمل الشقة لوحدي. بص لي وهو مكسوف وقال لي مش عارف أقول لك إيه يا أستاذ أحمد. قلت له لا مفيش مشكلة خالص، أنا هكمل الشغل وبعدين العملية مش تقيلة. وكملنا نوم وأنا متضايق جدا من اللي حصل. فسألت محمد ابنهم هي ليه والدتك بتعمل كده؟ الأول لقيته بيقول لي ما أعرفش يا أبي والله، ولما ضغطت عليه قال لي أصل بصراحة والدتي كانت ملبوسة وجابوا لها الشيوخ من البلد يطلع والعياذ بالله ده منها، بس احنا تعبنا قوي ساعتها. الكلام ده من 5 سنين ولكن هي دلوقتي بقت كويسة وما حصلش حاجة من ساعتها، ولكن مش عارف ايه اللي حصل النهارده. قلت له خير ان شاء الله تبقى كويسة لما تروح. ونمنا بعد كده من كتر التعب. قمت الساعة 10 الصبح لقيتهم صاحيين وبيفطروا، ولقيت حمد بيقول لي حاولنا نصحيك ولكن انت ما رضيتش تصحى خالص. قعدت افطر معاهم وقعدوا يعتذروا لي عن اللي حصل امبارح، وحتى ام محمد كانت عمالة تتأسف لي. انا قلت لها ما فيش مشكلة خالص احنا اهل وكتر خيركم في وقفتكم معايا. قاموا بدأوا يلموا حاجتهم عشان يلحقوا القطر. مواعيد القطارات عندنا في مصر بتبدأ من الساعة 12:30 لحد الساعة 8 بالليل، فهم كانوا عايزين يلحقوا القطر بتاع الساعة 12. بعد ما لموا حاجتهم سلموا عليا واعتذروا لي تاني. هم نزلوا من هنا وانا رحت على الاوضه المقفوله دي عشان احاول افتحها. المفتاح بتاع الشقه دخل عادي جدا ولكن مش عايز يلف، يعني واضح ان هو مش المفتاح بتاعها. حاولت اشد الباب عليا واساس المفتاح ولكن برضه مقفول ومش عايز يتفتح. عندي فضول جامد جدا عايز اعرف الاوضه دي فيها ايه. نزلت عشان اروح لصاحب البيت اللي كان ساكن في حته في الجيزه، ولما وصلت عنده
لقيته قاعد على قهوة جنب بيته. قعدت معاه وسألته هي الأوضة المقفولة دي مفتاحها فين؟ قال لي لا، الأوضة دي هتفضل مقفولة لأنها في حاجات خاصة بأولاد. قلت له بس أنا مأجر الشقة، يعني المفروض كل حاجة فيها بتاعتي. أنت ما قلتليش إن في أوضة في الشقة ملغية، أو على الأقل تفضيها لأنها محسوبة من الإيجار. لقيته بيبص لي بصة استهزاء وبيقول لي إيه، مش هينفع. قلت له خلاص نرجع البيعة وأنا مش عايز الشقة دي، ولو سمحت رجع لي الفلوس. لقيته بيقول لي هو لعب عيال ولا إيه؟ فلوسك خلاص اتصرفت، ولو عايزها هتستنى شويه. قلت له لا انا عايز فلوسي دلوقتي، وقال لي هروح اعمل محضر في الشرطه. بص لي من فوق لتحت كده وقال لي اعلى ما في خيلك اركبه، يعني بما معناه اشرب من البحر. ما قدرتش اتمالك نفسي ورحت ماسكه من الجلابيه اللي لابسها وزعقت فيه. قلت له رجع لي فلوسي يا حرامي. وهنا الناس اتلمت وقعدوا يهدوني وبعدوني عنه. للاسف الفلوس اللي دفعتها له كانت نص معاش امي، والنص التاني هو اللي كنا هنعيش بيه لاخر الشهر. فما فيش حل، يا اما اخد الفلوس يا اما اكمل في الشقه واخرج من دماغي موضوع الاوضه المقفوله دي. لقيت الناس قوموه ودخلوا بيته، وفي شاب من الموجودين راح جاي لي وراح قايل لي حد ياجر شقه زي دي. قلت له ليه، مالها يعني الشقه دي؟ قال لي لا عادي، بس شؤم على كل اللي سكن فيها، كنت شفت لك حاجه احسن. قلت له انا بحاول ارجع فلوسي ولكن هو مش راضي. فلقيت الشاب ده بيقول لي ايه، قال لي لا هو مش هيرجعها لك كده كده، فانت استفيد بالشهر ده واقعد فيها لحد ما تلاقي شقه تانية بديله، وابقى يا عم سيبها له تولع على دماغه. حسيت اني اقتنعت بكلامه، وفعلا لاني مش فاضي لمشاكل الشرطه والمحاضر والوقت هيطول وانا ما عنديش وقت للكلام ده. رجعت على الشقه وقعدت افكر كده ان يمكن اجيب امي تسكن في الشقه دي. الساعه ساعتها كانت 3، كنت حاسس بتعب جدا، كان معايا غدا، ولكن بعد ما اتغديت حسيت ان جسمي مكسر جدا وما قدرتش اتحرك. كان المفروض ان انا هسافر البلد النهارده، ولكن بسبب المجهود بتاع امبارح قلت هبات في الشقه النهارده واروح بكره الصبح البلد. فرحت مريح شويه على المرتبه، وكان معايا راديو صغير شغلت اذاعه القران الكريم ونمت على صوتها. بعد شويه صغيرين صحيت لقيت الراديو مقلوب على وشه ومطفي، وكمان كأن حد لعب في الموجات وغير المحطة. قلت يمكن وانا نايم ايدي جت على المحطة، او يمكن غيرت المحطة وانا نايم. ببص على الساعة لقيتها الساعة 6، فقلت اقوم والحق القطر وارجع بلدنا وانام هناك في بيتنا، ولكن جسمي كان مكسر جدا فقلت انام واقوم الصبح احسن. وانا قاعد سمعت صوت تنقيط ميه في الحمام، كأن في حنفية مفتوحة. دخلت الحمام ما لقيتش اي حنفية مفتوحة. رحت على المطبخ كل الحنفيات مقفولة، بس سامع صوت الميه واضح جدا في الشقة، وكمان مفيش جيران، يعني الصوت ده جاي منين؟ قربت ناحية الأوضة المقفولة لقيت صوت المية بيعلى، كأن المية دي جوه الأوضة. طب ازاي وهي أوضة معيشة؟ كان زمان في بعض البيوت بتعمل حوض المية بره الحمام عشان الوضوء يعني، ويكون الحوض بعيد عن النجاسة. قلت يمكن فيها حوض. طب ليه الصوت ده ظهر دلوقتي؟ حاولت أزق الباب بقوة ولكن الباب كان مقفول زي الفولاذ، صعب تفتح الأبواب بتاعت زمان دي. وكمان نسيت أقول لكم إن ارتفاع السقف في الشقة دي كان 5 متر، كرانيش السقف شكلها قديم جدا. استسلمت للأمر الواقع ورجعت انام تاني لاني كنت تعبان جدا ومش قادر اقف على رجلي، ورحت في النوم على طول. بعد ساعتين يعني في حدود الساعة 10 بالليل سمعت صوت باب بيتهز جامد جدا. لما فتحت عيني كانت الدنيا ضلمة ومش شايف حاجة تقريبا، ولكن لما بصيت على الأوضة لقيت بابها بيتهز جامد جدا ان في حد جوه بيحاول يخرج. قمت مفزوع من النوم ورحت منور اللمبه بتاعت الصاله اللي هي تعتبر لمبه ضعيفه جدا، كانت 30 واط، ولكن لقيت الباب ثابت تماما لاني كنت بحلم. بس الغريب ان صوت التنقيط سكت تماما. انا قلت اكيد كان بيتهيألي، خدت نفسي شويه ورجعت نمت تاني. الساعه 2 بالليل سمعت صوت واحده بتعيط وبتقول لحد ارحمه ارحمه. كان في عياط طفل صغير جنب صوتها. بصراحه عياط يقطع القلب، لكن المفاجأة ان الصوت ده كان طالع من الأوضة اللي فيها الدولاب. فاجئت ان باب الأوضة مفتوح سنة صغيرة، وبالرغم من ان الدنيا ضلمة ولكن الأوضة كان فيها سنة إضاءة. خفت جدا وحسيت ان الأوضة فيها حاجة مش طبيعية، حتى خفت انور بالكشاف على الأوضة لاشوف حاجة ما تعجبنيش. جالي حالة إحباط على خوف، مش متخيل ان ممكن اجيب امي في المكان ده اصلا انا مش متخيل ان اقعد في المكان ده لوحدي. عرفتش انام لحد الصبح، لحد ما النهار بدأ يطلع، بدأت الدنيا تهدى. نزلت جبت فطار وبدأت استعد عشان ارجع البلد، وانا مش عارف اقول ايه لامي. وانا نازل قعدت ادور على المفتاح مش لاقيه خالص، الف يمين شمال مش موجود، ادخل الاوضه اللي فيها الدولاب وادور مش موجود، اني فاكر اني كنت حاطه جنبي وانا نايم. بص على الاوضه المقفوله لقيت المفتاح محطوط في باب الاوضه راكب جوه القفل. طبعا انا خفت جدا، رحت ناحيه الباب حاولت اشوفه بيتفتح ولا لا، ولكن لقيته ما بيتفتحش. فرقت المفتاح من الباب ونزلت على طول. نزلت من الشقه ورحت محطه القطر اللي في رمسيس، ووصلت تقريبا الساعه 12 هناك. كان ميعاد القطر بتاعي الساعه 12:30،
وهوصل بلدنا الساعة 3 تقريبا. وركبت القطر ونمت على طول لأني كنت تعبان جدا وجسمي مكسر وملحقتش أنام الليلة دي. وصلت بلدنا ودخلت البيت لقيت أمي مجهزة الغدا وقعدنا ناكل. بعد الأكل حكيت لها على كل اللي حصل من الأول للآخر. لقيتها بتقولي طب وإحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ قلت لها إننا مش هنقدر نكمل الشهر بالمبلغ الباقي، وكمان الكلية بتاعتي هتبدأ بعد 10 أيام، والراجل صاحب الشقة رافض تماما يرجع الفلوس، ولو بلغنا البوليس الموضوع هيطول. لقيتها بتقولي يبقى خلاص يلا نلم حاجتنا ونروح نقعد في الشقة وأمرنا لله. طبعا أنا ما كنتش مصدق إنها تقول كده، ولكن أنا رفضت. قلت لها لا يمكن، الشقة دي عتبتها مش حلوة وفيها حاجات غريبة جدا بتحصل. لقيتها بتقولي هيحصل لنا إيه بس يا ابني؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يلا يا ابني نتوكل على الله ونلم حاجتنا ونروح هناك. مش عارف اقتنعت ازاي، وكلامها ده خلاني احس بالشجاعة. قلت لها أمرنا لله يا أمي، نجيب عربية ونتحرك بكرة إن شاء الله الصبح. لقيتها بتقولي أيوة يا حبيبي عشان تلحق بقى كليتك وتبدأ تنتظم ونشوفك محاسب قد الدنيا. حضنتني حضن جامد قوي خرج كل الطاقة السلبية اللي جوايا. لقيتها بتقولي عارف يا أحمد، أنا لما عرفت أبوك الله يرحمه كان ما حلتوش حاجة، وأهلي رفضوه لأن ما كانش عنده بيت ولا حتى كان معاه فلوس يجيب دهب، وقعدوا يكرهوني فيه وقعدوا يقولوا ان حياتنا هتبقى فقر وان انا هيجي في يوم من الايام هكرهه وهكره حياتي معاه. ولكن انا يا احمد اصريت ان اتجوزه لاني كنت عارفه ان هو ده الراجل الوحيد اللي هحس معاه بالامان. الست مننا مش عايزه في الدنيا دي غير الامان، ولا فلوس ولا كلام فارغ، ومش شايفه حد لحد النهارده في الدنيا دي يقدر ياخد مكان ابوك. وقعدنا انا وهي نعيط وكأن ابويا لسه ميت امبارح. وقالت لي انت عارف يا احمد، انت شبه ابوك بالظبط، نفس الحنية والطيبة، وجودك معايا كأنه هو اللي موجود بالظبط. يلا يا حبيبي قوم نام عشان انت شكلك تعبان واحنا بكرة عندنا يوم صعب. بوست ايدها وقمت وانا مقتنع تماما الامور كلها هتبقى تمام. صحيت الساعة 10 ونزلت اجيب عربية عشان تنقل العفش. العفش ده كان عبارة عن سريرين صغيرين وتلاجة صغيرة وبوتاجاز من اللي هو ال2 شعلة بالأنبوبة بتاعته وشوية سجادة على ملايات كده. وجات العربية ورصينا كل حاجة وتحركنا على الساعة 12. ولما وصلنا أمي شافت البيت الجديد ولقيتها بتطبطب على كتفي كده وبتضحك لي ابتسامة هادية، ولقيتها بتقولي مبروك البيت جميل. دخلنا الشقة وبدأنا نحط حاجتنا. كنت عايز أنزل أجيب غدا ولكن خفت أسيبها لوحدها. لقيتها بتقولي يلا بقى ناكل لقمة عشان نقوم نشوف هنعمل إيه في الشقة الجميلة دي. بعد ما أكلنا دخلت أمي المطبخ عشان تحط الحاجات بتاعتها وتنظم المطبخ بالطريقة اللي هي عايزاها. أنا طول اليوم مش مسيطر عليا غير إن أنا مش عايز أسيبها لوحدها. الساعة بقت 9 بالليل ولقيتها بتقولي أنا داخلة يا أحمد أنام، مش عايز مني حاجة؟ قلت لها لا شكرا يا أمي. ما كانش في أي أوضة من الأوض تصلح للنوم غير الأوضة اللي فيها الدولاب، وكمان أمي عجبها الدولاب جدا لأن ما عندناش زيه. حطت هدومنا كلها فيه وهي مبسوطة على الآخر. الساعة بقت 11 بالليل وبدأت أسمع صوت تنقيط المية من جديد. قربت من باب الأوضة المقفولة سمعت صوت حاجة بتجري، بس ما كانش صوت جري حيوانات صغيرة، كأن في 2 بني آدمين بيجروا ورا بعض جوه. وكمان كان في صوت ورق بيتقطع. قعدت أخبط على الباب. كانت المفاجأة لقيت الباب بيرد الخبطة. استغربت جدا ورجعت لورا لأن الخبطة كانت واضحة جدا. لقيت أمي بتنادي عليها بصوت واطي وكأنها خايفة من حاجة. جريت على الأوضة ودخلت ولكن لقيتها نايمة نوم عميق. خرجت بره الأوضة ومسكت المصحف وقعدت أقرأ قرآن كتير لحد ما كل حاجة هديت. كملت نوم للصبح. ما حصلش أي حاجة الليلة دي. أنا ووالدتي صحينا الساعة 9 وعملنا الفطار. وإحنا بنفطر سألتها ما حسيتيش بحاجة بالليل يا أمي؟ لقيتها بتقولي لا ليه يا أحمد، هو في حاجة حصلت بالليل؟ قلت لها لا بس إحنا عايزين دايما نشغل قرآن هنا في البيت. لقيتها بتقولي ما تخافش يا أحمد، مفيش حاجة تقدر تصيبنا طول ما إحنا متمسكين بديننا وقريبين من ربنا. طبعا هي بتقولي الكلام ده وأنا في حتة تانية خالص. المفروض إن أنا هنزل الجامعة وبعدين هطلع على التجنيد عشان أخلص شوية أوراق، لأن عشان تدخل الجامعة لازم تاخد موافقة التجنيد بنموذج اسمه 2 جند ونموذج اسمه 6 جند، ودي كأنها موافقة من الجيش انك تكمل في الجامعة وانه ما يطلبكش وقت الدراسة. خلصت مشاوير تقريبا الساعة 6 بالليل، وبعدين بالصدفة قابلت ناس اصحابي قعدت معاهم شوية وبعدين روحت. لما وصلت الشارع بتاع البيت لقيت الدنيا سكون خالص، والشارع حتى ولا فيه ولا قطط ولا كلاب ولا اي مخلوقات. رحت على البيت بسرعة. لما قربت من البيت لقيت في حريقة والعة وطالعة من كل الشبابيك. كل الشبابيك مطلعه نار. لقيت نفسي بجري بجنون وبصرخ وبقول الحقونا الحقونا. دخلت العمارة والنار طالعة من كل حتة. وصلت لباب الشقة وحاولت افتحه ما عرفتش. قعدت انده على امي بكل جنون والحريقة عمالة تزيد. حاولت اسايس الباب وافتحه لان البيبان دي ما ينفعش تتكسر بالكتف. كل ده ومحدش ظهر في المكان.
ولا حد سمع الصريخ اللي انا بصرخه، ولا حتى حد شايف الحريقه. بعد محاولات عرفت اني افتح الباب. دخلت الشقه، لقيت امي قاعده في وسط الشقه وسط النار وماسكه المصحف وعماله تقرا قران، وتقريبا النار كلت كل حاجه في الشقه. سحبت امي وخدتها في حضني وداريت وشها في جسمي عشان النار ما تاذيهاش، وخرجنا من البيت على الشارع. وكانت المفاجاه اني لقيت عربيات اسعاف واقفه وعربيات مطافي كمان، وكمان كان في ناس كتير واقفه. امي كان عندها حاله اختناق جامده جدا لدرجه انها راحت في غيبوبه. اخدتها عربيه الاسعاف على المستشفى على طول، وانا ركبت معاهم. وصلنا المستشفى وعملوا اللازم لامي، وبعدها بدات تفوق. فسالتها ايه اللي حصل، لقيتها بتقولي مش عارفه يا ابني ايه اللي حصل، والله لقيت باب الاوضه المقفوله مفتوح. رحت عشان ابص، افتكرتك انت اللي جوه. لقيت النار بتولع من كل حته. رحت ماسكه القران وقعدت اقرا فيه عشان تبقى دي اخر حاجه اعملها في حياتي. طبعا بعد اللي حصل ده، وبعد ما خسرنا تقريبا كل حاجة نملكها، طلعت على الشرطة عشان أحرر محضر ضد الراجل، وأخدت العقد معايا المكتوب، وتم رد المبلغ بالكامل، ورجعنا بلدنا، ولكن خسرنا عفش بيتنا بالكامل. عايز أقول لكم إن القصة دي ما فيهاش أي تحريف، وأنا حكيتها لكم زي ما هو حكاها لي بالظبط. أنا بس أضفت الموسيقى والمؤثرات. فلو عجبتكم القصة واكتبوا لي في الكومنتات إن أنتوا وصلتوا للنقطة دي. يا ريت تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة للناس اللي مش مشتركة، وإلى اللقاء في قصة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.